شمال شرق سوريا وجواب الثورة السورية عامة، فندعو الجميع ليكون دقيق الهيئة التنفيذية للمجلس السوري الديمقراطي لنقدر مع بعض نتناقش في محاور الندوة المجلسية. نترك المجال للرجال. طبعا هذه الثورة التي بدأت أواخر آذار عام 2011، البعض قال أنها مؤامرة، البعض الآخر قال أنها ظهرت كباقي ثورات الربيع العربي، ظهرت نتيجة الصدفة. يعني الكثير من الأمور قيلت في هذه الثورة، ولكن عندما ننظر إلى الحالة السورية، عندما ننظر إلى الوضع السوري، المعارضة المرتهنة للخارج هي السبب الأساسي، لا يقل أثراً عن النظام السوري اللي سببتها الأزمة في سوريا. المعارضة المرتهنة على الخارج. هذا الشرح الوافي للأزمة السورية خلال 12 عاماً اللي مرت على سوريا والمأساة التي عاشها الشعب السوري وما زال منذ الستينات ومنذ مجيء حزب البعث على سدة الحكم. السوريين عانوا من نظام مركزي قمعي استبدادي يعد من أشد الأنظمة المركزية الاستبدادية حول العالم. حكم سوريا وحكم الشعب السوري بقبضة أمنية شديدة. طبعا سوريا المتعددة، سوريا المتنوعة، جعل منها دولة قومية أحادية الجانب وطمس كل التنوع والتعدد الموجود فيها. لذلك ظهرت أزمات بنيوية عديدة، أزمة الهوية، أزمة الحقوق في كل الجغرافيا السورية. دائما كان هناك من يناضل لأجل الوصول إلى هذه الحقوق، سواء من قبل أحزاب أو من قبل أشخاص. ويعني تم الحديث هنا أيضا عن انتفاضة قامشلو التي بدأت ب 2004. لذلك ثورة 2011 هي ظهرت لأنه هناك مطالب محقة، لأن هناك أزمات بنيوية عديدة، لذلك ظهرت هذه الثورة. ولكن ما حدث أن بعدها بأشهر قليلة انحرفت هذه الثورة عن مسارها السلمي، وتم تسليح هذه الثورة، وهناك دول عديدة أرادت أن تركب هذه الثورة وأن تؤدي بها إلى مسار آخر يحقق مطالب أو مصالح هذه الدول. يعني هنا تم الإجماع يعني من قبل الحضور أيضا من قبل المتواجدين بأن ليس فقط النظام وإنما ما تسمى نفسها بالمعارضة، هذه المعارضة المرتهنة للخارج، يعني أيضا هي تتحمل المسؤولية الكبيرة والعبء الأكبر أيضا بما وصل إليه السوريين بعد 12 عاما من الحرب والقتل والدمار ومن أوضاع اقتصادية مزرية، فهم يتحملون هذا الوضع. طبعا الجميع تساءل ما الحل، من أين يجب أن نبدأ أو نعمل لإكمال مسيرة هذه الثورة. يعني الكل قال أيضا أن هذه الثورة مستمرة ويجب أن تحقق أهدافها، ولكن طرحوا العديد من الحلول يعني، ولكن الإجماع كان حول بأنه يجب علينا نحن كالأطراف السورية الموجودة يجب التوافق، يجب تقبل الآخر، يجب أن يكون الحوار السوري هو الأساس لنستطيع إخراج القوات الأجنبية الموجودة، لنستطيع إخراج الاحتلال التركي اليوم الذي يحتل العديد من المناطق السورية. هكذا يكون الحل يعني. ونحن كمجلس سوريا الديمقراطية كان لنا بهذه المناسبة توجيه نداء لكل القوى الوطنية الديمقراطية السورية لتتوافق فيما بينها، ليكون الحوار السوري هو الأساس لتحقيق متطلبات الشعب السوري وإيصال هذه الثورة إلى بر الأمان لتحقيق أو للانتقال من سوريا مركزية فيها نظام استبدادي قمعي إلى سوريا لا مركزية، لأن اللامركزية هي الحل لحالة الانقسام الفعلية اليوم التي تعيشها سوريا على أرض الواقع، للوصول إلى سوريا لا مركزية تعددية ديمقراطية.